لو فاكر إن المجرم لازم يكون خارج من منطقة شعبية أو مسجل خطر تبقى غلطان. النهاردة هحكي لكم عن أحمد حلمي، الشاب اللي كان معاه شهادات دولية GCE وبيلعب في روسيا، وأبوه مقاول كبير، لكنه تحول لأبشع سفاح عرفته القاهرة في التسعينات. تعال أحكي لك حكاية أحمد حلمي، سفاح المهندسين، ابن الأكابر اللي أكل موز وشوكولاتة جنب الجثث. القصة الحقيقية لأغرب مجرم في التسعينات. بس قبل ما نبدأ، مش هفكرك تعمل سبسكرايب للقناة علشان بنكبر بيكم، وعلشان نقدم لكم الأفضل كل يوم، وتعمل لايك للقصة دي وتسيب رأيك في القصة لما تسمعها للآخر. حكايتنا بتبدأ في أوائل التسعينات، وتحديداً سنة 1991 مع أحمد الابن المرفه الدلوع، اللي ما كانش ناقصه فلوس، بس كان ناقصه تقدير. تقدير. اسمع القصة للنهاية وهتفهم. أبوه زي كتير من أبهات الفترة دي كان راجل شديد وصارم جدا. ده ما كانش المشكلة على فكرة، لأن أبهات الفترة دي كلهم كانوا كده. بس أبوه كان عنده عيب خطير تاني، وهو إنه كان بيفضل أخوه عليه. الموضوع ده سبب غل وكره داخلي جوه أحمد، ولكن الحياة كانت ماشية عادي من غير مشاكل ظاهرة قوي، لحد ما وصلنا للحدث اللي قلب حكاية أحمد رأس على عقب. وهي لما أحمد عمل مشكلة، فوالده قرر يعاقبه، وباع حصانه اللي بيحبه، وباع الموتوسيكل بتاعه كمان. هنا حصل التحول لأحمد، واللي قرر ينتقم، مش من أبوه، لكن من طبقة الأغنياء كلها اللي هو منهم. بداية كانت سرقة. أحمد بدأ يسرق شقق المشاهير في المهندسين والعجوزة، وأشهرهم شقة الفنانة مها صبري. الغريب إنه ما كانش بيسرق عشان محتاج، كان بيسرق عشان يثبت لنفسه إنه أذكى من الجميع. وكان بيمشي في الشارع بعربيته الشيك ولا كأن في حاجة. سنة 1991 أحمد قرر يعلي على نفسه وعلى شطانه. خطط لسرقة شقة جواهرجي ومقاول مليونير في المهندسين اسمه رأفت. دخل الشقة بذكاء كأنه حرامي شقق محترف. هو كان عايز يسرق ويهرب بهدوء زي ما هو متعود، ولكن فوجئ وهو بيسرق الجواهرجي إنه صحي وحاول يقاوم أحمد. لكن اللي حصل كان أغرب من الخيال. أحمد لما قاوموا الجواهرجي ده ضربه بالرصاص وموته. المشكلة إن مرات الراجل شافته فقتلها هي كمان، ولما الشغالة صوتت قتلها. 3 جثث في دقايق بسيطة. طب عمل إيه بعدها؟ هرب؟ لا. قعد يبكي من الندم؟ برضو لا. أحمد ببساطة وببرود قعد في الشقة وفتح التلاجة بتاعت الجواهرجي، وأكل موز وشوكولاتة وشرب مية، وقعد يتفرج على التلفزيون شوية والجثث جنبه. برود أعصاب يدرس في كتب الطب النفسي. وبعدها هرب من مسرح الجريمة وكأن شيئا لم يكن. الشرطة قلبت الدنيا، وأحمد حس إن الدايرة بتضيق، وإن رجال المباحث بتحاول توصله. هنا عمل أغرب خطوة في تاريخ المجرمين في مصر ساعتها. راح لدكتور تجميل وطلب منه يغير شكل مناخيره وشوية ملامح في وشه عشان الشرطة ما تعرفوش. وبالفعل عمل العملية، وتخيل إنه كده بقى شخص تاني. لكن بصمة صباع سابها على إزازة المية اللي شرب منها في شقة الضحية هي الخيط اللي وصل المباحث ليه. لما اتقبض عليه، الضباط ما كانوش مصدقين إن الشاب الجان الشيك ده هو السفاح. في المحكمة أحمد كان واقف بيضحك وبيشاور للكاميرات وكأنه نجم سينما. ولما اتسأل قتلتهم ليه؟ قال ببرود: أنا ما كنتش عايز أقتلهم، هم اللي اضطروني. سنة 1994 اتعدم أحمد حلمي، وساب وراه لغز كبير
عن الشر اللي ممكن يخرج من أرقى البيوت، ومن واحد ما عندوش ولا دافع حقيقي واحد لارتكابه الجرائم دي غير نفسه الدنيئة وحبه للشر وأذى الناس. أحمد كان بيمارس نوع من قتل الأب الرمزي. كل راجل غني كان بيقتله أو يسرقه كان بيمثل في عقله أبوه اللي قهره وباع حصانه. الجريمة كانت صرخة تمرد طفولية بس بمسدس حقيقي. بروده وهو بياكل شوكولاتة جنب الجثث دليل قاطع على إنه ما عندوش أي شعور بالذنب أو التعاطف، وده اللي بيسموه في الطب النفسي الشخصية السيكوباتية. هو شايف البشر دمى أو عقبات في طريقه مش أرواح. اهتمامه بشكله وعملية التجميل ووقفته قدام الكاميرات بتبين إنه كان مهووس بنفسه ونرجسي وشايف إنه أذكى إنه يتمسك. القصة دي كسرت تابو إن الفقر هو سبب الجريمة. أحياناً التدليل الزايد أو القسوة التربوية في بيوت الأغنياء بتخلق وحوش أخطر من وحوش العشوائيات. المجتمع المصري وقتها في التسعينات كان بيحترم جداً ابن الناس اللي راكب عربية شيك. أحمد استغل الامتياز الطبقي ده عشان يتحرك بحرية ومحدش يشك فيه. يا ريت تقولولي في الكومنتات رأيكم، هل تفتكروا إن القسوة في التربية ممكن تخلق مجرم بالبشاعة دي؟ ولا ده طبع مولود بيه؟